السلام عليكم. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ انا منى من قناه منمن احمد، جايلكم النهارده بحاجه جديده. ريفيو عن الجهاز المضرب بالكهرباء بتاعي، اللي جايباه في جهازي. اقول لكم رايي فيه ايه. هو كان سعره مش غالي، كان سعره رخيص. دي اكتر حاجه عجبتني فيه. دي اول حاجه اصورها لكم من اجهزتي الكهربائيه. هو كنت جايباه مكتوب زي ما انتم شايفين كده 300 واط، وفي كذا حاجة، في مضرب وفي الهاند بلندر وفي العجان. انا بصراحة كنت عايزة اجيب الهاند بلندر لوحده، فلما لقيت ده فيه التلاتة مع بعض بصراحة عجبني جدا. آه سرعته جميلة جدا، وكمان فيه الميزة ان هو فيه اكتر من سرعة، في 5 سرعات، وال5 سرعات تحفة بصراحة. فتعالوا نشوف من جوه هيبقى عامل ازاي. اهو يا بنات فتحته لكم. اول حاجة بيبقى معاه الجهاز بتاعه، هو ده الجهاز اهو. ده الجهاز بتاعه اللي هو الموتور يعني. تمام، اهو ده بيبقى شكله. المفروض ان احنا بنركب هنا اذا كان بقى المضرب او العجان، وده ليه مكان الهاند بلندر. هركبه دلوقتي وهوريكم. اهو يا بنات ده ال5 سرعات، مش عارفة واضحة ولا لأ. ادي اول سرعة، تاني سرعة، تالتة والرابعة والخامسة. حاساه جميل جدا بصراحة. ده الجهاز الزرار ده مش عارفة هو بيعمل ايه، بس هنشوف مع بعض. تمام، ده اول حاجة. تاني حاجة بيجي معاها هو البتاعة دي اللي بيركب عليها. تمام، اهو دي الاسلحة اللي بتيجي معاه. الطبق ده والجهاز بتاعها اهو من نوفال. تمام، بيجي معاها اول سلاح اللي هو سلاح الهاند بلندر. تمام، ده بيبقى شكله. بيجي معاه كمان اهم سلاحين. مش عارفة، ثانية واحدة يا بنات، سوري يا بنات معلش. اهم الاتنين دول، 2 للعجان و2 للمضرب. جمال جدا. هنركبهم دلوقتي وهنشوف هيبقوا عاملين ازاي. هنجرب المضرب. هنجيب الجهاز عندنا اهو، وهركب. بصوا في مجرى، لو تلاحظوا كده في اللي هي دي اهي، المجرى دي ده بيركب كده، وده بيخش كده. تمام كده هو راكب اهو. هنوصله بالكهرباء. اهو يا بنات بصوا ده شكله. ادي اول سرعة، ودي الثانية. اهو زي ما انتوا شايفين هو قوي جدا ما شاء الله. هبتدي ان انا احطه. بيتركب ازاي؟ ببتدي ان انا انزله كده، وهبتدي ان انا ادوس على الزرار اللي ورا ده اهو. بس كده هو كده ركب اهو. كده ركب اهو يا بنات. وهبتدي ان انا اعمل اول سرعة. تمام، لو تلاحظوا ان ده كمان بيلف معاه، يعني الدرق اللي تحت ده بيلف بحيث ان هو يجيب العجين كله او اللي انتي بتضربيه اهو. دي اوطى حاجة فيه.
بجد حلو جدا، يعني رأيي فيه هو عجبني بصراحة، وكان سعره مش غالي، كان سعره حوالي 350 جنيه، ما كانش غالي خالص، ولونه عجبني الموف الابيض. عشان ما اطولش عليكم، آه هبتدي ان انا اخلعه اهو يا بنات. ركبت الدراع بتاع الهاند زي ما قلت لكم، هو مكانه من هنا. بس هي مشكلته ان لما ده بيشتغل، ده برضو بيشتغل معاه، وانه ملهوش سندة، يعني الهاند بلندر ملهوش سندة على الجهاز بتاعه. لا، انت لازم تبقي ماسكة الجهاز كده وتبتدي ان انت تشتغلي او تعملي بيه. بس هي دي عيبه اهو، ده بيبقى شكله، ده اوطى حاجة. تمام. بس يا بنات مش عايزه ان انا اطول عليكم. برضو دراع العجان ده بيركب زي المضرب، وده كان المضرب الكهرباء بتاعي. يا رب يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا. لو عجبكم اعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناه، ويا ريت تفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل الفيديوهات. مع السلامه.